السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في القناة وفيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم طاجين الغنمي بالبصلة والزبيب والبرقوق، ولكن غادي نطيبوه إن شاء الله في الطبيعة كما كتشوفوا. الجو زوين وعندنا عطلة، اقترحنا أننا نخرجوا نقضيو وقيت مع وليداتنا في الطبيعة. إن شاء الله تعجبكم الفيديو ديال اليوم، وان شاء الله كذلك غادي نشوفوا الطويجنات اللي غيقترحوا علينا الصديقات ديالي. ان شاء الله نتلاقاو وفرجة ممتعة. دابا غادي نبداو الطويجين ديالنا اليوم. ان شاء الله غادي نديروه بالغنمي. خدينا يعني واحد رجله الغنمي كما كتشوفوا، قطعناها رقيق يعني باش دغيا طيب لينا كيف كتشوفوا. الكميه اللي كتبقى يعني على حسابكم. درت هنا واحد 3 ضريصات ديال الثومه. غادي نشرملو هذا اللحم ديالنا، غنديرو الملح، غادي نديرو سكينجبير، نديرو القرفه، غادي نديرو البزار، غادي نديرو الخرقوم، غادي ندير هنا شويه ديال المروزيه اللي كنت حضرت معكم، غادي ندير واحد نص كاس الماء، كما كتشوفوا معايا. نشرملو اللحم ديالنا. غادي نشرملوه مزيان. كتشوفوا بعد ما استفت اللحم ديالي مزيان على هذا الشكل، غادي ناخذ البصله وغادي نستف هاد دوائر البصله قطعتهم رقاق. هي غادي كذلك غادي نسم هاد البصله هذه بنفس التوابل اللي درت قبيله، هي والبرقوق. غندير له شويه الملحه والزبيب، غادي ندير القرفه كذلك البرقوق والزبيب. هنا عندي البرقوق بلا عظم يعني راه دغيا كيطيب باش غيجي كلشي، لان الطاجين ما غاديش يبقى يتحرك، خاصني نسم كلشي باش غيطيب كلشي في خطره واحده. هنا كما كتشوفوا غادي نزيد زيت البلديه، ما درتهاش في الاول بواحد الكميه، واحد الكميه تقريبا ديال نصف كاس. هنا غادي نخلط هذيك القامه. بالنسبه للزبيب هنايا غنضيف واحد الاضافه، غندير ليه واحد شويه ديال السكر سنيده، واحد معلقه صغيره تقريبا، وكذلك البرقوق. كيف شفتوا هاد الطاجين هذا ما غاديش نشحروه، يعني كلشي غادي ننزلوه في مره. عندنا البرقوق كذلك،
غادي نوزع البرقوق شويه صافي. وهاد الطاجين ديالنا موجود. غادي نزيد ليه فقط الزعفران الحر مع الماء. غادي ندير كاس الماء فيه الزعفران الحر فقط، كيجي على هذا الشكل الطويجين ديالنا. نتوما كما غتشوفوا ان شاء الله غادي نتبعوا المراحل ديالو ونطيبوه على الفاخر في الطبيعه ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في الطبيعه. هنا كما كتشوفوا الصديقه ديالي بدات كتشعل النار. غادي نشعلو بطبيعه الحال على حسب يعني الطويجنات اللي عندنا. غادي نعمرو ان شاء الله اتاي هو الاول، عاد نديرو الطويجنات. غنشقو نص ديال اتاي على الفاخر. شحال درت من واحد؟ 5 المعالق. كنديرو 5 المعالق. شحال درت انا؟ شكون عارف؟ جوج. شي وحده درت وحده، جوج، 3. كنديرو 3 المعالق ديال السكر. نديرو الشيبه. ديري فليو. غنخليوها دابا الشيبه هذاك درناه في فليه. واخا هذاك الشيبه وفليو غنخليوه بالشيبه هذا. ايوا ها هو البراد كالي برغوثو من هنا حتى سيدي بنور. مدادحه شي وحده ما شنو قالت لك ديك المره؟ حد ولد فراج كاع دكاله وانحائها كاملين. حد ولد فراج، خميس زمامره، على 4 العونات، كاع الناس ديال دكاله. اسماء شنو درتي في الطاجين؟ هذا درت الدجاج شرملته بالربيع والثومه، ودرت فيه شويه السمان، درت فيه العطريه اللي معتادين على الخرقوم، مسكنجبير، الملح، البزار، الزيت البلديه، صافي هادشي درت. تبارك. الثومه حتى هي البصله. الله يعطيك الصحه. ايمان شنو درتي في الطويجين؟ السلام عليكم. درت فيه اللحم ديال الغنمي والعطريه عاديه البلديه. وشنو زدتي؟ البزار والملحه خرقوم عاد وسكينجبير، الزيت البلديه ضروري هادي. اي والله يعطيك الصحه. اسماء غتزيدي شنو غديري في الطاجين ديالك؟ البطاطا. غندير البطاطا والزيتون والحامض مصير. اي والله يعطيكم الصحه. دابا هنا قبل ما غنديرو فوق البوطه غنزيدو كاس الماء بالزعفران. يلا حنا نكملو ونعطيك تمس صافي. وغنخليهم يطيبوا كما شفتوا على الفاخر ان شاء الله. الوازي ولا سميت بالك دابا صافي غادي نحركوه من تحت. باش يطيب لينا الطاجين دغيا غنديروا ليه ورق الفرن. غادي نزيرو عليه صافي نخليوه يطيب. ملي تشحر الدجاج مزيان غنديروا البطاطا. غنزيدو البطاطا والزيتون والحامض مصير. مفاتيحه. لا انا نخليك هاك قوليها لي. غادي نحطو دابا البطاطا والزيتون والحامض مصير ونستناو يطيب وبالصحه والراحه. طويجين حريزي. هذا طويجين حريزي. هذا ديال ولاد حريز من هنا تا البرشيد. هما اللي مبرشيد بالصحه والراحه. دابا غادي نرميو عليه الزيتون والفلفله والحامض مصير ونتسناوه يطيب ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. بصحتكم وراحتكم. قسمي غير الموس. غير الموس. على الموز. جيب الموز مليحه باش ياخذ البنه. يلا يلا طيب شويه. انا نصيب ديال خير مزيان. هنا كما كتشوفوا الطويجنات ديالنا بعد ما وجدوا كيجيو على هذا الشكل هذا. كيكونوا يعني لذة اخرى يعني في الطبيعه وعلى الفخار وبين الاصحاب. دوزنا وقيت زوين ونهير زوين. وليداتنا يعني بدلوا الجو، حتى حنا بدلنا داك الروتين وداك ستريس ديال الدار وديال القرايه، خصوصا اننا في عطله. كنشكركم على المتابعه. شكرا. الى وصفه قادمه بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.